أغنى وأشيك شاب في مكة. هدومه كانت بتيجي مخصوص من الشام واليمن، وعطره كان أغلى عطر في الجزيرة العربية، لدرجة إن الناس كانت بتعرف إنه عدى من الشارع من ريحته. مصعب بن عمير، الشاب المدلل ده، لما أسلم أمه قطعته وحرمته من كل ثروته. ساب العز ده كله عشان المبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم اختاره يكون أول سفير للإسلام في المدينة، وفي غزوة أحد استشهد. ولما جم يكفنوه، القماشة كانت قصيرة، لو غطت راسه رجليه تبان. تخيل، مصعب باع الدنيا عشان ربنا. إحنا كمان في رمضان فرصة نسيب حاجة بنحبها لو كانت بتبعدنا عن ربنا. إيه العادة اللي ناوي تسيبها في رمضان ده؟ اكتبها في التعليقات. أنا قبلة، وهنا بنرجع للأصل.